السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير واحسن حال. لو نفسك تعملي بيتي العيد في البيت وطعمه يطلع معاكي احلى من بتاع المحلات وبمكونات اقتصادية، يبقى الفيديو ده ليكي. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بيتي اقتصادي بالسمنة، هش وخفيف وبيدوب في البق، وهنعمله بطريقة سهلة جدا من غير اي تعقيد. تعالي اقولك على كل الاسرار وكل التكات عشان يطلع معاكي ناجح من اول مرة. بس خليكي معايا خطوة بخطوة عشان نعرف مع بعض المقادير المظبوطة وسر التسوية المظبوطة كمان. والتزيين برضو هنعمله بطريقة اقتصادية وسهلة زي ما انت شايفة كده، يطلع معاكي في منتهى الجمال ده. بس الاول قبل ما نبدأ، يا ريت لو حضرتك لسه جديدة في قناتي واول مرة تشوفيني وما اشتركتش في القناة، اتمنى تشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على بركة الله. معانا مقاديرنا ده 300 جرام من السمنة، اي نوع سمنة حابة تستعمليها. بس قبل ما تستعمليها بنحطها في التلاجة شوية، لازم تكون ساقعة. ومعايا 150 جرام من السكر. لو انت ما عندكيش ميزان وحابة تستعملي الكوباية، 150 جرام سكر زي ما انت شايفة كده، بيبقى المج ناقص حوالي معلقتين. هما دول 150 جرام. بنفس الكوباية لو هتعايري السمنة هتاخدي كوباية ونص، بتسيحيها وتعايري كوباية ونص وبعدين تحطيهم في التلاجة يسقعوا. ومعايا المفروض المقادير تبقى 2 بيضة لو البيض كبير، لكن البيض معايا بلدي صغير، واخدة 2 بيضة وواحدة صفار. يبقى كده المقادير معانا مظبوطة زي ما قلتلك، سواء بالميزان او بالكوباية. هننزل بالسمنة كلها، انزلي بالسمنة كلها، ما تسيبيش اي حاجة في الطبق اللي انت كنت حاطاه في التلاجة علشان المقادير تطلع معاكي مظبوطة. وهنضرب السمنة كويس كده بالمضرب الكهربائي او بمضرب يدوي. لو ما عندكيش مضرب كهربائي عادي جدا هتضربي كويس، بس المضرب اليدوي هيتعبك شوية. مش مشكلة، هتضربي شوية كده لحد ما السمنة تنعم زي ما انت شايفة كده ولونها يبدأ يفتح معاكي. بعد كده هننزل عليها بالسكر، وبرضو نفضل نضرب لحد ما السكر يندمج مع السمنة ويعملوا زي الكريمة كده. تبص تلاقيهم نعموا مع بعض وبقوا كريمي خالص كده، وبقوا زي الكريمة كده. خلاص هنبدأ بقى نحط البيض بتاعنا. تحطي البيض بيضة بيضة، ما تحطوش مرة واحدة علشان برضو ما يفصلش معاكي. هتحطي بيضة وتبدأي تضربي. انا هضرب بالمضرب اليدوي اهو، عشان برضو حبايبي اللي ما عندهمش مضرب كهرباء اعرفهم ان المضرب اليدوي ينفع ويبقى تمام. انا بحط بيضة بيضة وببدأ اضرب كويس جدا بالمضرب اليدوي. وبتحطي فانيليا، لو فانيليا بودر حطي 2 باكت، ولو فانيليا سايلة زي كده حطي نص معلقة. وتضربي برضو البيض بيضة بيضة كده لحد ما كل البيض يختفي مع السكر والسمنة زي ما انت شايفة كده، ويبقى كريمي كده زي ما انت شايفاه. وتفضلي تضربي بالمضرب اليدوي كويس جدا. ولو حتى مش عايزة تضربي، ما عندكيش مضرب يدوي ولا مضرب كهرباء، ممكن تستعملي ايديكي عادي جدا برضو. تضربي كويس اوي بايديكي وهتطلع النتيجة معاكي. في اي حالة هتطلع معاكي النتيجة برضو مظبوطة، سواء مضرب كهرباء او يدوي او حتى بايديكي. دلوقتي معايا الدقيق اهو. معايا نص كيلو من الدقيق، 500 جرام. هناخد منهم 3 معالق هنشيلهم من الدقيق، يبقى معايا عيار الدقيق 440 جرام. طب ليه انا شلت 3 معالق من الدقيق من النص كيلو؟ علشان انا هشتغل بالقمع. لكن انت لو هتعملي نفس المقادير دي ونفس الطريقة وهتعملي بيتيفور السمنة وهتشتغلي بالمكنة بتاعة البيتيفور، مش هتشيلي حاجة من الدقيق، هتستعملي النص كيلو كله. لكن هو بس بيتيفور القمع بيبقى عايز العجينة لينة شوية، فبنشيل 3 معالق دقيق من النص كيلو. وبنحط الدقيق ننخله طبعا، ونحط نص معلقة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة. ونبدأ نلم العجينة زي ما انت شايفة كده، مش بنعجن، بنلم بس بصوابعنا كده لحد ما كل الدقيق يندمج مع السوائل بتاعتنا. وتبدأ العجينة تبقى بالطريقة اللي انت شايفينها دي. تمام كده، مظبوطة وجميلة طرية. هنبدأ بقى نشكلها. نجيب القمع بتاعي ده، القمع ده رقم 6، حطه في قلب الكيس. لو انت حابة تستعملي قمع تاني مختلف او شكل تاني او رقم اكبر براحتك خالص، بس هو رقم 6 بيطلع البيتيفورة مظبوطة. ونبدأ بقى ننزل بقى نشكل البيتيفور بالطريقة دي. مش هياخد معانا طبعا العجينة مظبوطة، ومش هياخد معانا وقت خالص. في 5 دقايق هتكوني مشكلة كل كمية البيتيفور بتاعتك. هم خدوا معايا صاجين، الصينية دي وكمان صينية صغيرة.
وخلاص كده انا خلصت. بعمل نغزة كده في قلب البتيفورة في النص بصباعك كده، وبتعملي نغزة على كل البتيفور، علشان احنا بعد ما يستوي هنحشيها، هنملى الجزء المتفرغ ده هنملاه بالشوكولاتة. لو انتي طبعا حابة تشكلي تشكيل تاني او تشكلي كل اتنين مع بعض، ما بتعمليش النغزة دي. وبندخله بقى فرن على درجة حرارة هادية جدا زي الكحك كده، ويطلع معانا بالشكل الجميل ده. سواء هتسويه في فرن غاز او في فرن البوتاجاز، تهدي النار. لو فرن البوتاجاز شغلي الشواية مع الفرن من تحت على نار هادية، ولو فرن غاز برضو هتشغلي طبعا الشوايات مع تحت، وهتهدي النار. هياخد معاكي نص ساعة او 25 دقيقة، وهيطلع معاكي دايب كده وبالجمال اللي انت شايفينه ده. والسوا زي ما انت شايفة جميل جدا من فوق ومن تحت حلو. ولو برضو الفرن بتاعك كهربا، شغليه على 180 درجة، هيطلع معاكي برضو في منتهى الجمال. والشوكولاتة بتاعتنا سيحناها كده بدون اضافات اي حاجة، حطيتها في الطبق وحطيتها على صهد الفرن وانا بسوي البيتي فور، وساحت معانا زي ما انت شايفة كده، ما ضفتلهاش اي حاجة، ما ضفتلهاش لا لبن ولا زيت ولا اي حاجة. هي طلعت معانا بالشكل ده، بس حطيناها. لو انت عندك ميكروويف حطيها في الميكروويف شوية او على صهد الفرن زي ما انا عملت كده، وهتسيح معاكي بكل سهولة. هنعبيها كده في كيس من اكياس الحلواني، ونظبطها ونفتح فتحة صغيرة كده من تحت من الكيس، ونبدأ بقى نزوق البيتيفور بتاعنا في قلب الفتحات اللي كنا عاملينها او النغزات اللي كنا عاملينها في البيتيفور كده، بنملاها بشوية من الشوكولاتة زي ما انت شايفة كده بكل سهولة وبكل بساطة. بتفور اقتصادي زي ما انت شايفة، والتزيين كمان اقتصادي جدا وسريع، ما خدش معانا اي وقت ولا اي مجهود، وطلع معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. وكمان الكمية حلوة قوي ما شاء الله. المقادير دي طلعت لي شوية حلوين، وكمية زي ما انتوا شايفين كده حلوين. لكن انت لو حابة برضو كمية اكبر، بتضعف الكمية دي حسب ما انت عايزة، وبتعملي الكمية اللي انت عايزاها. ولو عايزة تعملي اقل، برضو بتقللي الكمية، تقسمي الكمية دي على 2 وتعمليهم زي ما انت حابة. طبعا لو عايزة تجربي في شوية صغيرين بتجربي، عايزة تعملي كمية كبيرة ضعف الكمية واعمليها، يطلع معاكي حلو قوي ان شاء الله، يعجب الكل. وزي ما انت شايفاه كده حلو قوي، ناعم وجميل واقتصادي. بأي نوع سمنة هتستعمليها، اي نوع سمنة متوفرة عندك في البيت هتستعمليها، ما تقفيش على اي حاجة. ولو وصلتي معايا لحد هنا وعجبك الفيديو، يا ريت ما تنسينيش باللايك وتعملي شير للفيديو عشان الوصفة توصل لكل اصدقائك كل حبايبك، والكل يستفاد ويعملوها. وكل سنة وحضراتكم طيبين، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.